كاين شباب جزائريين يقدروا يديروا لنا ابليكاسيون ولا تطبيق ولا منصه كاع من كاع الصفقات تكون مرقمنه. لهذا كذلك السيد الوزير علاه ما رقمنتوش منح الصفقات، لان رانا نشوفوا فساد كبير في منح الصفقات. وبهذا الخصوص انا نتكلم على مستشفى 240 سرير في ولايه السمسيلت. هذا المستشفى 240 سرير في ولايه السمسيلت تم منح الصفقه ب 580 مليار سنتيم، تم التصحيح 30 مليار سنتيم زياده. ها عندي المنح هنايا 30 مليار سنتيم زياده في عهد الرقمنه، في وقت الرقمنه. يا هل ترى يغلطوا في 30 مليار؟ انا نشوف امر غير منطقي. انا ارى ان هذا تقنين للفساد، تقنين ممنهج للفساد. لهذا السيد الوزير انا اؤكد على وجوب الذهاب الى رقمنه الصفقات. كذلك مستشفى 60 سرير ببلديه الارجام، كذلك السيد الوزير نشوفوا دائما اعاده تقييم، دائما اعاده تقييم. رانا في اعاده تقييم، سواء يعطوا لي زافنو سواء في الوقت ولا في المال. كذلك انا نشوف ان هذا فساد مقنن. هل تتعمد الحكومه تقنين الفساد بهذه الاجراءات؟